السيد علي فهد الراشد الذي هو رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد هام المرافق له من نوابه ومن أعضاء مجلسه. هذه كانت مناسبة للوقوف على العلاقات ما بين المغرب والكويت، علاقة لله الحمد متميزة، علاقة لها عمق قومي ديني عربي تاريخي، وأكثر من ذلك أخوة خاصة ما بين المغرب والكويت، علاقة كذلك متميزة ما بين عاهلين البلدين، وكل ذلك يشكل طبعا أرضية متميزة للمزيد من توطيد هذه العلاقات عبر العمل البرلماني. فكانت معنا لجان الصداقة، لجنة الصداقة الكويتية المغربية ومجموعة الصداقة المغربية الكويتية، واتفقنا على توطيد هذه العلاقات من خلال إحداث برنامج عمل للتعاون في كثير من المجالات، في مجال تنسيق المواقف السياسية بصفة عامة، سواء تلك المتعلقة بقضاياتنا الوطنية، بحيث أن المغرب يدعم الكويت والكويت يدعم المغرب، ولكن كذلك في القضايا الأخرى التي نهتم بها، قضايا عربية أو دولية، وكذلك في موضوع مواكبة الإصلاحات التي نعرفها في بلدينا على مستوى العمل البرلماني والعمل التشريعي للاستفادة من تجاربنا المتبادلة. شكرا.